مين اللي اشرف على انتخابات الدكتور محمد مرسي؟ القضاة اللي هم الفاسدين، اللي هم المشبوهين، اللي هم عايز يطهرهم. ها ايه ده؟ هو مين اللي اشرف على انتخابات مجلس الشعب اللي جت فيه الاغلبيه من الاخوان المسلمين؟ القضاة. مش كده؟ اللي عايزين تطهير. هو انت النهارده القضاء لما تلاقيه اصدر قرار او حكم لصالحك، هو مش بيزوره، مش عشانك انت، هو شايف الورق والعداله فطلع لصالحك، حظك طلع لصالحك، يبقى اعظم قضا ونسقف له. ولما يجي بقى يطلع قرار طبقا للقانون مش عاجب حضرتك ومش عاجب مزاج حضرتك ولا عشيره حضرتك، نقعد نقل ادبنا على القضاه ونطلع نحاصر دار القضاء العالي زي ما حاصرنا قبل كده مدينه الانتاج الاعلامي، وزي ما حاصرنا المحكمه الدستوريه العليا، وزي ما حاصرنا محكمه القضاء الاداري. هو انت فاكر كده بقيت دوله؟ لا لا يا استاذ، حضرتك مش دوله. وحضرتك يا دكتور محمد مرسي، انا بخاطب الدكتور محمد مرسي بقول له يا دكتور مرسي انت بتتامر على نفسك، وزي ما انا قلت قبل كده اوعى تلعب مع الاسد. لا خليك بقى عند الاسد دي عشان محتاجين ناخد فاصل وبعد كده. الاسد اللي هم مين بقى؟ قضاة مصر. اوعى تلعب معاهم. مين هم؟ قضاة مصر، ده هو الاسد. شوف انا بقى حبسوني قبل كده وانظلمت من بعض القضاة. خلي بالك الظلم باين اهو، بس بتوصفهم الاسد. ده ملك الغابه يا بيه ملك الغابه، اي فار هيقابله هيدوس ويعدي بالقانون. اوعى تلعب مع اسد يا معتز. طب خلينا بقى ولا دكتور مرسي. ماشي، اوعى بقى تلعب انت مع الاسد يا استاذ مرتضى. لا، اسد بيلعب مع الاسد. هنكمل.